أنا بديت أقرأ للحشد، راح أقرأ وراء هاي القصيدة. نزولا عند رغبة الشيخ فلاح السبتي بقراءة قصيدة فلسفة الأصابع. صلوا على محمد وآل محمد. ركزوا وياي. الأصابع شيخ فلاح لازم انت اكثر واحد منتبه. الاصابع ليش 5 وليش مختلفات؟ بعدد اهل الكساء وبيهن ايش كم سر. خلي نشوف كل اصبع يمثل ايش، استنادا على الدليل العقلي ونفسر. الاصبع الوسطى يمثل المختار، كبير ال5 هو اللي ينهي واللي يؤمر. السبابة علي مرافق رسول الله، السبابة قصير وحيدر قصير. حيدر والرسول النصرة والإسلام، ومن تنتصر لاحظ بمن تأشر. خادم. الأصابع ليش 5 وليش مختلفات؟ بعدد أهل الكساء وبيهن ايش كم سر. خلي نشوف كل إصبع يمثل ايش، استنادا على الدليل العقلي ونفسر. الإصبع الوسطى يمثل المختار، كبير ال5 هو اللي ينهي واللي يؤمر. السبابة علي مرافق رسول الله، السبابة قصيرة وحيدر قصير. حيدر والرسول النصرة والإسلام، ومن تنتصر لاحظ بمن تأشر. الما عنده سبابة سلاحه يرمي شلون، يعني بعلي ترمش ما دس تعزر. الما عنده سبابة سلاحه يرمي شلون بدون صفير. الما عنده سبابة سلاحه يرمي شلون، يعني بعلي ترمش ما دس تعزر. الأصبع البنصر فاطمة الزهراء، بنفس المستوى هي وعلي الدر. زوجهم رسول الله نور بنور. ما لاحظتوا ليش الحلقة بالبنصر؟ الأصبع البنصر فاطمة الزهراء، بنفس المستوى هي وعلي الدر. زوجهم رسول الله نور بنور. ما حد سأل ليش الحلقة بالبنصر؟ الخنصر يمثل الحسن بالتصنيف، الحسين الابهام بقصره متحير. لو رأس الحسين على الجسد موجود، صار الابهام بمستوى الخنصر. شيخنا الخنصر يمثل الحسن بالتصنيف، الحسين الابهام بقصره متحير. لو رأس الحسين على الجسد موجود، صار الابهام بمستوى الخنصر. معزول الابهام على الاصابع ليش؟ لا يوم كيومك يا ابهام الحر. هسع وجه الاصابع باوع الكسرات، واحسبهن ايش قد وبالعجل فكر. 9 كسرات يعني ال9 معصومين، وانجمعوا بكفك وانت ما تشعر.